اتمنى انك بتكون بتسمع الفيديو ده قبل امتحان العربي، لان اتكلم معاك عن نقط مهمه جدا ونصائح مهمه تعملها في اللجنه وكمان في البابل شيت، وازاي تحل البابل شيت بطريقه انك حتى لو غلطت او لخبطت في الارقام تعرف ترجعها تاني. ركز في النقطه ديت، واتمنى تاني انك بتكون بتسمع الفيديو ده قبل امتحان العربي. تمام. بس قبل ما نبدا الفيديو بقى تنساش اللايك وشير الفيديو عشان يوصل اكبر عدد من الناس ويستفيدوا منه، وكمان لو عندك اي مشكله اكتب في الكومنتات. وما تنساش تشترك في القناه بتاعتنا. انا عبد الله الاسمي، طالب في كليه الطب البشري، بحب اعمل دوكيومنتري هنا على القناه. يلا بينا نتكلم بسرعه، لان انتوا وراكم امتحانات واكيد محدش فاضيلي، وانا ورايا امتحانات والله كمان. حرفيا ورايا امتحان النهارده، يعني الساعه دلوقتي 5 الفجر. ازاي تحل البابل شيت؟ هعرفك كده طريقه حرفيا انا بستخدمها وانا كمان في طب حاليا، لان احنا عندنا بابل شيت برضه. الطريقه ديت بتخليني لو حتى لخبطت في الارقام او حليت سؤال غلط بعرف احل واصحح من غير ما انا اشخبط والهبل ده كله. تمام. اولا كده انا عايزك تروح الامتحان. سيبك طبعا امتحان الدين والحاجات دي كلها يا جماعه، انا كنت ذاكرت الدين والمواد ضفش مجموع قبل الامتحان بيوم والله العظيم. فعايزك قبلها كده بيوم تراجع الماده، بسمع فيديو مثلا هتلاقيه مجمع لك شرح الماده كلها بالبي دي اف، هتلاقيه موجود في الوصف بتاعه. اسمع الفيديوهات ويروح بالامتحان وهكذا. لكن انا بتكلم عن امتحان رئيسي زي العربي يعني. البابل شيت بتاع الامتحانات المواد الرئيسيه بتتحل ازاي؟ اولا انا بروح الامتحان بيكون معايا ثلاث حاجات: استيكه، قلم رصاص، وقلم جاف. الثلاث حاجات دول بزود معايا قلم جاف كمان زور برضه عشان بيكون عندي تروما اكون قلم خلص او القلم هكذا يعني، فاهمني؟ فبجيب معايا الحاجات دي كلها، بروح هناك ابدا مثلا اقرا السؤال، وبدل ما خلاص قرات السؤال وحسيت ان الاجابه مثلا هتكون باء، بقوم راح جاي على القلم الرصاص وبعلم كده شرطه بسيطه كده على مثلا الاجابه بقى كده اهو. حاجه بسيطه كده، لو بس انا دوبك اشوفها وما تكونش تقيله. وهكذا 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 وهكذا. ولو في سؤال مثلا لقيته صعب قوي ومش عايز مثلا اللي هو مش ضامنه او حاسس ان هو تقيل وفي افكار، بقوم راح جاي كاتب بالجف كده على يكون عندك الترابيزه او المقعد اللي انت قاعد عليه، تكتب رقم السؤال ده، مثلا سؤال رقم 10، سؤال رقم 20. بعمل انا كده صف للاسئله اللي انا بجد محتاجه ان انا اراجعها اكتر من مره، بكتبها هنا. وبعد ما اخلص براجع بقى الاسئله دي تاني، وبعدين اعلم عليها بالرصاص في البابل شيت. وبعد ما اخلص الامتحان وخلاص وقت التصحيح ببدا اراجع مثلا الاجابه الاولانيه تبقى باء، اه انا معلم على باء بالرصاص وهكذا. لقيت مثلا نفسي لخبطت مثلا ما بين سؤال وسؤال وحليت مثلا سؤال غلط، بقوم راح جاي انا معايا استيكه امسح بالرصاص، امسح الرصاص يعني، واقوم راح معلم على الاجابه الصح. وفي اخر 5 دقائق في اخر 10 دقائق يقول الوقت هيلم صححه، بجيب القلم الجاف وبعلم على التعليمه رصاص اللي كانت عاملها على بقى مثلا بالرصاص الخفيف، بعلم عليها بالجاف. وما تخافش لو انت تقول مثلا طب ممكن ده ياثر على التعليم في او التصحيح في الالكتروني مثلا، انا كنت بعمل كده، بعلم برصاص خفيف وبعدين اعيد عليه بالجاف دايره كده مكانه وخلاص كده. والحمد لله يعني الاسئله كلها كانت بتتعلم صح، يعني مفيش مشكله، بس ما تقلش في الرصاص في التصحيح. هتقول لي طب إيه اللي عملت كده؟ هقول لك اولا لو انت كنت مثلا حليت سؤال رقم 3 بدل 2 وهكذا بالجاف هتروح في داهيه صدقني. ولو مثلا حليت سؤال وعاوز تصحح هتعوز تشخبط. لكن لما انت تعمل بالرصاص خفيف وتيجي تعيد عليها في اخر اللجنه في الامتحان بالازرق هيبقى احسن. هتقولي طب ما ليه ما امسحش الرصاص؟ هقول لك معلش يا معلم، مين اللي يكون عنده خلق يمسح رصاص ويعلم جاف والمراقب قاعد جنبك عامل الزنا على دماغك؟ فاهمني؟ وممكن تتلخبط، فده اضمن حاجه. علم برصاص على اخر اللجنه، علم بالجاف. الاسئله الصعبه اكتبها على المقعد قدامك. تمام. نيجي دلوقتي الحاجات لازم نلتزم بيها واحنا رايحين اللجنه. اولا كده انا الحمد لله كنت مطبق نظام بتاع فتره الامتحانات كلها. انا كنت بصحى من الفجر بجهز براجع النقط المهمه، زي مثلا في الفيزياء براجع القوانين، باخد لفه كده سريعه على القوانين وابدا احل. مثلا نموذج مثلا استشهادي مثلا محمد عبد النزار مثلا، احمد عبد النزار مثلا اللي هو توقعات وهكذا، بسمعه في الفتره ديت بالظبط. بسمع واشوف هو بيشرح ازاي، لان مثلا محمد عبد لما يجي مثلا يشرح نقطه معينه بيشرح حواليها، اللي هو مثلا السؤال بيتكلم عن الدينامو مثلا، تلاقيه جايب لك كل ما يتعلق بالدينامو كده هو بيشرح، فانت بتعمل ريفيجن سريع وفي نفس الوقت وانت بتحل. ده احلى طريقه انك تحل بقى قبل الامتحان. وفي الانجليزي وفي الكيمياء وفي الفيزياء نفس النظام. اسمع حد بيحل الامتحان قبل الامتحان مثلا بعد الفجر، هتلاقي نفسك لما يجي يحل بيراجع لك كذا نقطه في نفس الوقت. ده احلى طريقه للمراجعه قبل الامتحان، وده انا مسميها ريفيجن اند ريكاب. النقطه دي انا بستخدمها وانا حاليا في طب يعني. تمام. هتقول لي دلوقتي طب عبد الله انا ازاي اظبط النوم بتاعي؟ هقول لك بص، في الفتره ديت هتطبق. تمام. تعالى الساعه 11 نام، اصحى 5 الفجر. تمام. واصحى كمل مذاكرتك زي ما قلت لك بنفس الطريقه. هتقول لي طب 6 ساعات حلوين النوم؟ هقول لك لو انت هتنام اقل من 6 ساعات هقول لك انت تروح في داهيه. صدقني انت ممكن تلاقي واحد ذاكر وعمل اللي عليه، لكن بسبب ان هو مش نايم وهكذا يروح هناك هيروح فيها، مش هيكون مركز في الامتحان. فانت لازما تنام لك على الاقل 6 ساعات. انا بنام كنت من 11 ل 5 بالظبط بالملي. تمام.
دي النوم، ولازم تركز فيه قوي لانه كان بيأثر قوي على الامتحان. صدقني يا جماعه والله. انا حصل موقف احكي لكم عليه في امتحان الاحياء، قبل هحكي لكم عليه كمان شويه بس بعدين ان شاء الله في فيديو تاني. النقطه دي مهمه جدا 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 جدا. تالت حاجه، احنا قلنا اول حاجه طبعا كلامت على البابل شيت، تاني حاجه على انك النوم مهم. تالت حاجه وهي النقطه الاكثر نقطه كانت بتاثر عليه سلبا، هي اوعى ابدا تتكلم مع اصحابك بعد الامتحان. اقسم بالله العظيم انا فاكر بعد امتحان العربي طلعت، كان شله كده من صحابي قاعدين بنتكلم، كنا شطار يعني ما شاء الله. فلقيتهم بيقولوا هو الاجابه تبقى في النحو كذا، فانا لقيت نفسي عاملها غلط، والاجابه كذا لقيت نفسي عاملها غلط، وفي القراءه لقيت نفسي عاملها غلط. روحت حالتي النفسيه زباله. حددتها مع مامتي قالت لي خلاص العد انتهى وهكذا. وكنت حاسس ان انا خلاص مش عارف اجيب درجه حلوه في الماده ديت، وخلاص حسيت ان الموضوع باظ مني وخلاص معلوماتي كانت زباله. مامتي قالت لي خلاص انسى الماده ديت، حتى لو انت كنت نقصت فيها كتير ممكن لو انت شديت في اللي جاي ينقذك في المجموع بتاعك. فعملت كده. ف وطلع في الاخر والله العظيم النحو اللي انا كنت عامله صح، والقراءه اللي انا كنت عاملها صح، والحاجات كلها اللي كانوا قاعدين بيشككوا فيها انا طلعت عاملها صح. ونقصت في العربي درجتين، جايب في 78 80. فهمتني؟ اوعى ابدا تتكلم مع اصحابك، حتى لو مدرس طلع وحل الامتحان غلط، حل الامتحان بطريقه انت عكس اللي انت كنت عاملها، سيبك منه. الموضوع ده بيطلع ترند، كل مدرس يطلع يحل بطريقه معينه وانت في الاخر بتتاذي ومعلوماتك بتتدمر. لو انت كنت نقصت 10 درجات في العربي او 20 درجه في العربي، في المواد التانيه لو انت كنت استمريت من غير ما تشك في نفسك ممكن تعوض حرفيا وتلحق طب او تلحق هندسه. لكن بسبب انك شكيت في نفسك ده اثر عليك سلبي في الامتحانات الجايه. اقفل ودنك بعد الامتحان، انسى ان في ماده اسمها عربي وارميها في الزباله. هكذا. تمام. النقطة دي مهمة جدا جدا جدا. النقطة الرابعة، قبل كل امتحان، النقطة دي تافهة شوية لكن أنا عايز أقول لك عليها. قبل كل امتحان هطلع أقول لك ركز في نقط معينه. هبدا اقول لك كده يعني مثلا عندك مثلا امتحان كيمياء، انا اعمل بس فعل زر الجرس، انا هضغط على نفسي عشان انزل لكم الفيديو الزياده. يعني مثلا بكره امتحان كيمياء اقول لك يا جماعه هتركز مثلا على معادلات وهكذا وهكذا، هتجمعها في ورق وهكذا. بص هعمل لكم ريفيجن 5 دقائق، هجمع لكم كل نقطه مهمه في الماده ديت وانزل لكم الفيديو. بمعنى اعمل بس فعل الجرس، لان انا طبعا مش عارف اقول لكم كل ماده وهكذا في فيديو بسيط زي ده. لكن لو انت سمعت الفيديو اللي انا نزل بالماده مثلا اقول لك ركز على كذا وكذا وكذا، وفيديوهات مستر كذا اللي بتيجي منها في الامتحان، والله العظيم والله العظيم في الفيزياء والكيمياء اقسم بالله والعربي جت اسئله بالنص، والانجليزي كمان والله الاربع مواد دول والله والمصحف دوت. جت اسئله بالنص في امتحان اخر السنه بسبب الفيديوهات اللي انا كنت بسمع فيديوهات معينه. هقول لك عليها بالامتحان بالظبط. روح في جروب التليجرام اشترك معانا عشان انضم معانا في جروب التليجرام، هنزل كل حاجه اول باول. تمام. يا جماعه ركز في النقط ديت. اتمنى تكون استفدت. الحمد لله اتكلمت بسرعه، مش عاوز انا عليك كتير، مش عاوز اضيع وقتك لان انا اصلا عندي وقت اصلا حرفيا ضيق جدا وانت وقتك اضيق مني. فاشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ما تنسوش بقى اللايك والكومنت والشير والسبسكرايب، واشوفكم ان شاء الله فيديوهات جديده تكون قريبه ان شاء الله. سلام. لو حد عنده اي سؤال يكتبه في الكومنتات، وعندك الانستا ابعت اللي انت عاوزه، وما تنساش بقى جروب التليجرام انضم معانا هناك عشان لو في اي حاجه نزلت هعرفك على طول على جروب التليجرام، من فيديوز او حتى صور او ملفات او بي دي اف بتلاقي على التليجرام على طول. تمام. روح هناك هتلاقي الرابط موجود في الوصف وموجود كمان في اول كومنت مثبت. يلا.